القصة دي كفيلة تغير حياتك للأحسن. كان في رجل أعمال عنده يخت صغير، فطلب من واحد دهان اللي هو يدهنه. فالراجل بدأ في شغله وصاحب اليخت مشي. بدأ في الشغل وهو بيدهن لقى خرم كبير في المركب، فالراجل صلحه من نفسه وكمل شغل عادي. في نفس اليوم ده بالليل رجل الأعمال راح للدهان وقعد يشكره بشكل غير طبيعي. فطبعا الدهان استغرب وقال له ايه اللي حصل لكل ده. فقال له ولادي من نفسهم جمعوا اصحابهم وقرروا ان هم يطلعوا رحلة بحرية بالمركب، وهم خارجين بعتوا لي رسالة على الواتساب بس انا كنت نايم، وطبعا ما شفتش الرسالة غير بعدها بساعتين. ولما شفت الرساله اترعبت وقلت خلاص كده ولاده راحوا، لان طبعا هو كان عنده معلومه بالمركب ان هو مخروم. فاتفاجئت لما كلمتهم وردوا عليا وقالوا لي ان احنا راجعين في الطريق. فعرفت ساعتها ان انت صلحته من نفسك وانقذت عيالي. في حاجات كتير قوي احنا بنشوفها في يومنا مش واجب علينا ان احنا نصلحها او نعملها، زي انك تشيل طوبه من الشارع عشان ما توقعش حد، او تكسر ازاز حد، او انك تساعد حد كبير في السن ان هو يعدي الطريق، او تشوف حاجه في شغلك بايظه فتصلحها من نفسك. وعلى فكره الحاجات دي على قد ما تبان ان هي بسيطه جدا، لكن اثرها ممكن يكون كبير بشكل انت مش متخيله. وزي ما كانوا بيقولوا لنا دايما زمان، اعمل الخير ورمي البحر، اعمل الخير تلقى الخير. وعلى فكره الخير اللي بتعمله مش هيترمى في البحر، ده كفايه بس ان هو محفوظ عند ربك. تفتكر ان ربنا مش شايف كل المحاولات اللي انت بتعملها في الخير؟ قلبك النضيف سعي في الخير. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. انا عمر عيد، سلام.